السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا النهاردة أو موضوع الفيديو ده إن شاء الله هيكون حوالين 3 محاور. المحور الأول بإذن الله تعالى هيكون حوالين خروج منتخب تونس المخزي والمذل من كأس العالم، والمحور الثاني هيكون عن موضوع أو حوالين موضوع الريمبو أو الألوان أو البسكليتات اللي عايزين يزرعوهم في منتخب مصر وإيران، وإحنا مش عارف إحنا مالنا بمعتقداتهم الوسخة ديت، ولكن المهم هم عايزين يزرعوا الموضوع دوت وسطينا أو يشركونا فيه مع إن ملناش علاقة بالكلام دوت. أما المحور الثالث في الفيديو بتاع النهاردة وهي مشكله الكابتن رضا عبد العال والكابتن حسام حسن وراينا في المشكله ديت ان شاء الله. ولكن الموضوع الثالث دوت انا لو كان في وقت في الفيديو هنتكلم فيه باستفاضه، ما فيش وقت في الفيديو ما بين عشان ما نتكلم في موضوع كابتن حسام حسن والكابتن رضا عبد العال، ممكن نعمل لها فيديو مخصوص. ولكن لو الفيديو كان يسمح ان انا اتكلم فيه والفيديو مش هيطول مني فان شاء الله هتكلم فيه. نرجع بقى لموضوعنا الاساسي او الموضوع الاولاني او الموضوع الاول اللي انا هتكلم فيه، وهو موضوع منتخب تونس او خروج منتخب تونس المخزي والمذل من كاس العالم. ومنتخب تونس كان حصالة مجموعته. انا كان نفسي منتخب تونس يصعد، مش هقول لك الوصيف، كان نفسي منتخب تونس يصعد حتى ولو من احسن 8 توالت علشان على الاقل يفرح الجمهور التونسي، لان منتخب تونس ظهر في البطولة بمستوى باهت. انا عايز اقول 10 باهت بس هستكفي ب3 كلمة باهت بس، لكن هو فعلا ظهر بمستوى باهت في البطولة ودخل مرماه اكتر من 12 هدف علشان يبقى اكتر فريق سكنت شباكه بالاهداف في كاس العالم في اول 3 مباريات في مجموعته. وبيتصدر مجموعة منتخب تونس منتخب هولندا برصيد 7 نقاط، ويليه الوصيف منتخب اليابان برصيد 5 نقاط، ويليه منتخب السويد برصيد 4 نقاط. وتقريبا والله اعلم منتخب السويد ممكن يصعد من احسن 8 توالت لان عنده 4 نقاط. ده رقم 1. رقم 2، انا شايف ان المدرب الفرنسي هارفي رينارد هو بدأ بصمته تبان مع منتخب تونس، لان فعلا انا اتفرجت على مباراة منتخب تونس ومنتخب هولندا امبارح. كان الشوط الثاني لمنتخب تونس كان احسن شوط في ال6 اشواط اللي لعبته منتخب تونس في كاس العالم 2026. كان احسن شوط، كان في ندية، كان في لعب، كان في اداء، كان في هجمات، كان في تسديد على المرمى. ويا ريت منتخب تونس كان عمل ده من اول مباراة. كان فعلا كان ممكن لو كان لعب اللعب ده فعلا من اول مباراة كان ممكن منتخب تونس يكون عنده امل للصعود على الاقل من ضمن احسن 8 توالت. ولكن منتخب تونس ان شاء الله القادم هيكون افضل. ولكن انا زي ما قلت انا حزني فعلا على الجماهير التونسية اللي كان نفسي المنتخب بتاعها يفرحها، لان منتخب المغرب تقريبا منتخب الجزائر تقريبا هيضمن الصعود، ومنتخب المغرب ضمن الصعود، ومنتخب مصر طبعا 4 نقط حتى لو ما فاز ولا تعادل على ايران، حتى لو خسر من ايران ففي امل كبير بنسبة 95% انه يصعد من ضمن احسن 8 توالت. ولكن هارد لك للجماهير التونسية وهارد لك للمنتخب التونسي، وان شاء الله القادم يكون افضل. ولكن انا كمشجع مصري، مشجع اهلاوي مصري، مشجع لمنتخب مصر، بتمنى من الاتحاد اتحاد الكوره التونسي انه يستمر مع المدرب هارفي رينارد، المدرب الفرنسي هارفي رينارد، لان المدرب ده فعلا عنده كوره وعنده حاجه، ويبنوا معاه من دلوقتي لكاس العالم اللي جاي، يبنوا معاه لكاس العالم اللي جاي. وان شاء الله المدرب دوت انا عندي احساس كبير انه هيعمل معاهم حاجه برضه في بطوله افريقيا اللي جايه. ولازم المنتخب التونسي او الاتحاد الكوره التونسي يبني مع المدرب ده، لان فعلا المدرب دوت عنده كوره وعنده حاجة وعنده أفكار يقدر يقدمها للكورة التونسية. رقم 2، هنخش بقى في موضوع بقى منتخب مصر وإيران. مباراة منتخب مصر وإيران اللي هتتلعب صباح السبت الساعة 6 صباحا إن شاء الله. المباراة موافقة لأعياد الريمبو أو العجل أو البسكليتات، أو هي موافقة بالمعنى الأصح يعني عشان نتكلم بصراحة وأكون منصف وصادق، يعني هي موافقة لأعياد القذارة والنتانة والرمامة، لأعياد الريمبو الملونين البسكليتات في أمريكا. أنا نفسي أعرف إحنا إيه دخلنا بأعيادهم، بأعياد الأشكال ديت، إيه دخلنا بأعيادهم إن هي تخش وتقتحم الكورة أو تقتحم مبارياتنا. احنا كشعوب مسلمة، انا عشان برضو اتكلم بانصاف وبامانة، انا مش هتكلم كرة بس، انا هتكلم دينيا في الموضوع، دينيا، ومش هقول لك قال الله قال الرسول، لا انا هكلمك دينيا بالفطرة.
دينيا بالفطره، انت كانسان ربنا كرمك دينيا بالفطره. انا كبني ادم، هم اختاروا لنفسهم القذاره، اختاروا لنفسهم النتانه والدنو في الاخلاق. انتوا تقحموني ليه في القرف بتاعكم؟ تقحموني ليه في القرف بتاعكم دوت؟ تقحموني ليه في ان انا ادخل ناس قررت ان هي يعني تخرم المنطق وتخرم الفطره، والفطره يعني يخلوا الفطره منتكسه، وناس مش هم يعني. انا الموضوع والله هو يفوق الجنان، يعني هو يفوق الجنان. انا عندي منتخب مصر لو يعتذر، حتى لو هينسحب من البطوله، يعني حتى منتخب مصر لو هينسحب من البطوله من مباراه ايران، وهيكون عقوبته هو منتخب ايران ان هم يطلعوا بره كاس العالم، فده انا بالنسبه لي كمشجع لمنتخب مصر، بالنسبه لي منتخب مصر خد كاس عالم. يعني منتخب مصر لو هيطلع من البطوله دي لمجرد ان انا لا مش قابل البس شارات الريمبو او البسكليتات، ولا يتحط لي اعلام اللي هي الرايات ديت، تتحط لي في الملعب اللي عند الضربات عند الركنيه، يتحط لي اعلام الريمبو، ولا البسها على هدومي، ولا يبقى في شاره على التيشيرت ولا على الجزمه بتاعتي ولا كده، لان منتخب مصر يرفض دوت ويخرج بره كاس العالم كعقوبه ليه، لا ده انا كده خارج بشرف، خارج. انا كسبت ديني، انا خدت ديني على كتافي كده وخرجت بيه بره كاس العالم، نفدت بجلدي، نفدت بديني ونفدت بجلدي من كاس العالم، من القرف اللي هم عايزين يشاركوني فيه. انا مالي يا عم؟ انت راجل اخترت انك انت تكون قذر، انا مالي؟ انت راجل اخترت ان انت راجل تعمل حاجات ضد الفطره وضد الطبيعه، انا مالي؟ تشاركني معاك ليه في حاجه زي كده؟ انا الكلام ده ضد معتقدي، ضد معتقدي، ومش هنفذه. انت ليه؟ انت حتى مش مراعي، انت مش مراعي ان انا كضيف عندك في بلدك، انت مش مراعي ان انا راجل مسلم وده ضد اعتقادي. انت عايزني اعمل حاجه ضد اعتقادي ليه اصلا؟ لا يا عم شكرا، لا شكرا، سلام عليكم شكرا، ما تلزمنيش يا باشا، مش لاعب، انا مش هلعب. انا فعلا انا يعني انا بأناشد الكابتن حسام حسن واتحاد الكره المصري والجماهير المصريه ان فعلا لو هيقحموا الالوان في مباراة منتخب مصر وهيفرضوا على المنتخب المصري ان هي ان هو يلبس الشارات للريمبو دولت او للالوان او للعجل او البسكليتات دولت، احنا مش عايزين. احنا هنتكل على الله، ناخد اول طيارة ولا اول قطرة ولا اول عجلة، نركب اول عجلة ونروح بيها على بلدنا. لكن كده لا، انا واحد من الناس هبقى خارج بشرفي، يعني انا اقسم بالله العظيم ده رأيي، ان انا واحد من الناس كمشجع لمنتخب مصر، انا لو منتخب مصر رفض ان هو يشارك في المهزلة والعفن الكروي دوت، انا بالنسبة لي ده شرف ليا، بالنسبة لي ده شرف ليا، وبمثابة ان انا راجل خدت كاس العالم وخدت احترام الملايين وكسبت احترام الملايين في ان انا ما شاركش في المهزله دي. فبس، فانا هستكفى بالكلام لحد كده، لان انا لو اتكلمت اكتر من كده هبقى اديت الموضوع دوت اكبر من حجمه، واديتهم اكتر من حجمهم او اكتر من قرفهم اللي هم قرفنا بيه. وهننتقل للموضوع الثالث او للمحور الثالث، وهو مشكله الكابتن رضا عبد العال والكابتن حسام حسن. الكابتن محمد فاروق لاعب الاهلي السابق كان مستضيف الكابتن رضا عبد العال، وكان بيسال الكابتن رضا عبد العال. انا واحد من الناس او واحد من الناس اللي اتفرجوا على كوره، عاصرت الكابتن رضا عبد العال، يعني كنت لسه برضو عندي بتاع حوالي 13 14 سنه، ولكن انا فعلا شفت الكابتن رضا عبد العال بيلعب في الملعب. كان بيلعب مع النادي الاهلي، ما حضرتوش بيلعب مع نادي الزمالك صراحه، لكن اتفرجت عليه وهو بيلعب مع النادي الاهلي. لاعب موهوب، ولاعب فعلا لاعب من طراز عالي، فعلا من اللعيبه القليلين المهاريين اللي جم في مصر، هو من اللعيبه اللي تتعدى على الصوابع. دي شهاده اشهدها في حقه. شفت يا كابتن رضا، رغم اني مختلف معاك، ولكن في شهاده اشهدها في حقك، انت كنت لاعب كوره موهوب وليك كل احترام. لكن كتحليل كوره، انا اسف اللي بقوله، كتحليل كوره فانت صفر. كتحليل كوره انا السبب اللي انا قلت انك صفر ان انت بتشخصن المواضيع، يعني ما عندكش انصاف. كتحليل كوره ما عندكش انصاف في تحليل الكوره. يعني انت ممكن تختلف مع شخص، فتيجي الشخص ده لو عمل انجاز، لا هو وحش، هو كده انا شايفه وحش. طب شايف وحش ليه يا كابتن؟ لا هو كده احنا مختلفين مع بعض يا كابتن، احنا مختلفين مع بعض، فما يستناش مني ان انا هنصفه واقول كلمه حلوه في حقه. لا، يبقى انت كده مش محلل كوره يا كابتن، معلش سامحني، يعني من اخوك الصغير، يعني سامحني، انت كده راجل مش محلل كوره. محلل الكوره بيكون عنده حياديه وانصاف، حتى ولو مختلف مع خصمك اللي انت هتتكلم عليه، لازم تقول
كلمه انصافا لله في حقه. لو عمل حاجه كويسه تقول كلمه انصافا لله، الراجل ده كويس، الراجل ده لعيب كوره، الراجل ده دماغه فيها كوره، الراجل ده عمل صح، الراجل ده نفذ صح. لكن لمجرد انك مختلف معاه ما تنصفوش حتى ولو بكلمه حق. يا راجل يا طيب، يا كابتن رضا عبد العال، انا بقول عليك راجل فعلا. انا شفتك واتفرجت على هايلايت ليك، جبت لك فيديوهات برضو منتشره انا ما شفتهاش مع الزمالك ومع الاهلي وخلال مسيرتك المنتشره اللي انا ما شفتهاش ليك. انا فعلا شفتك راجل لاعب كوره، لاعب كوره بجد. فمعنى انك لاعب كوره يعني راجل بتتكلم كوره بجد، راجل دماغك كلها كوره بجد، وهتدي كل واحد حقه في الكوره بجد. لكن انا لما شفتك قلت انا مختلف معاك في تصريحات كتير الصراحه، لكن ما قلتش ان ممكن توصل للمرحله دي. ما توصلش لمرحله ان انت ممكن واحد يكون بيعمل انجازات ولا يا باشا معلش انا مش هديك حقك. انا مش هديك حقك يا كابتن علشان انت راجل، انا مختلف معاك، انت راجل رحت اشتكيتني، فما تستناش مني كلمه حلوه في حقك. انا مش عايزك يا كابتن رضا تجامله، مش عايزك تجامل الكابتن حسام حسن، انا عايزك تتكلم كلمه بضمير في حق الكابتن حسام حسن. الراجل ده بينا اشتكاني وفي بينا قواضي وفي بينا محاكم، لكن هقول كلمه بما يرضي الله في حق الراجل دوت. انا طالما اتسالت عليه اقول اللي يرضي الله، خلي بالك من الكلمه اللي بقولها، اقول اللي يرضي الله في حقه. انا ما بقولكش عن هو راجل كويس ومحترم وكيوت وطيب، لا، انت تتكلم عليك كوره. لا الراجل دوت خطته فيها كذا، خطته صح، نزل كذا، غير تغييره في الملعب، قلب شكل المباراه، كان زيكو بيلعب هنا وداه هنا، قلب الشوط الثاني. قول كلمه انصافا في حقه، مش لمجرد انك مختلف معاه دب 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 وخلاص تقعد تخبط فيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت قلت كلمه يا كابتن رضا عبد العال، انت كراجل لاعب كوره ومحلل دلوقتي، انا مستغرب ان كلمه زي دي تطلع منك ازاي. بيسألك الكابتن محمد فاروق لاعب النادي الاهلي السابق، بيسألك يا كابتن رضا الكابتن حسام حسن لو صعد للدور الثاني، تقريبا الكلمه كانت كده، لو صعد الدور الثاني او لو عدى المرحله دي من المجموعات او لو عدى دور ال 32 حاجه زي كده، تقول له يا باشا حتى لو خد كاس عالم، حتى لو خد كاس عالم، انا مش معترف فيه كمدير فني. انت مدرك؟ يعني انت مدرك؟ انت حضرتك يا باشا انت خرمت المنطق، انت خرمت المنطق يا كابتن رضا. هو ايه اللي لو خد كاس عالم؟ يعني لو خد كاس عالم مش هيعجبك؟ امال مين اللي يعجبك يا باشا؟ يعني هو الطبيعي انه يطلع ياخد كاس العالم بتاع كوكب بلوتو؟ كوكب ازاي يطلع كواكب تانية، يروح ناسا وكالة ناسا يطلعوا كوكب تاني ياخد بطولة من هناك عشان تعترف فيه؟ كاس العالم يا كابتن، كاس العالم يا كابتن، كاس العالم اللي فيه الارجنتين والبرازيل والبرتغال وهولندا وفرنسا كاس العالم يا ابو كباتن. كابتن حسام حسن لو خد كاس العالم انت يا كابتن رضا مش هتعترف بيه فنيا برضو؟ طب انا اسمعك ازاي؟ مش انا، يمكن انا ما همكش في حاجه، ان شاء الله عني ما سمعتك يا عم، ان شاء الله عني ما سمعتك، انا ما همكش في حاجه. الناس اللي بتسمعك جمهورك يا اخي الزملكاوي يسمع كلمه زي دي منك، يعني ده يغير فكرته عنك. ايه اللي لو خد كاس عالم ديت انا ما مش معترف بيه؟ امال تعترف بيه فنان امتى يا كابتن؟ قول لي بالله عليك، بالله عليك، مش تعصبونا يا جماعه، مش تعصبونا، احنا اصحاب مرض. يعني احنا كفايه اللي بيجرى لنا في الدوري المصري، كفايه اللي بيجرى لنا في الدوري المصري. فلما تقعدوا تحللوا يا جماعه كوره، لما تقعدوا تحللوا كوره بالله عليكم تقولوا كلام يقنعنا. انا على فكره انا مش مستغرب كلام رضا عبد العال، كابتن رضا عبد العال، انا اسف لحفظ الالقاب، كلام الكابتن رضا عبد العال هو دايما بيبقى فيه فرقعه وفيه دب كرسي في الكلوب وايوه ولا، يعني حاجات كده اللي هي بتعمل الشو ديت، اللي هي حاجات اللي بتخطف المشاهد عشان يسمع ويعمل سيرش ويدور. اللي انا مستغربه كابتن محمد فاروق، كابتن اسلام صادق، الناس دي محترمه وانا بحبها فعلا بجد، انا بتفرج عليها وبحبها وناس محترمه. يعني ما بشوفش حد يروح جاي مديله واحده كده هو كمان. لا انت بتتكلم ازاي يا كابتن محمد فاروق قاعد ده بجد؟ يعني حتى يا كابتن رضا يعني لو خد كاس عالم، يعني انا مستغرب تكيوت ليه كده يا كابتن محمد فاروق؟ يا كابتن فاروق ازاي الكلمه دي عدت عليك ازاي؟ انا مش فاهم. الكلمه انت خدتها وانا اتفرجت على الفيديو، رد فعلك يعني عادي سايبه. ازاي يا كابتن رضا؟ ازاي الراجل يا كابتن رضا؟ طب اديله حقه كده، انت ردك عليه يبقى كده. انت هو هيزعل؟ مش هيزعل والله الكابتن رضا. البني ادم على فكره، البني ادم ده بيبقى جواه طيب. كابتن رضا عال هو دب لا ده مش عاجبني وهنتقد المدير، هو من جواه في حاجه طيبه. كابتن رضا عبد العال من جواه طيب كويس، هو مش هيزعل منك يا كابتن فاروق،
والله كابتن رضا ما هيزعل منك لو قلت له ازاي يا كابتن بتقول كده؟ يعني انت عايز الكابتن حسام حسن ياخد كاس عالم وما تعترفش بيه فنيا؟ ازاي يا كابتن؟ لا الكلام اللي بتقوله ده غلط. الطبيعي، الطبيعي انك ترد عليه تقول له كده، ده الطبيعي. لكن لا ازاي يا كابتن؟ يعني لو خد، يعني لو خد كاس عالم يا كابتن، انا والله والله يا كابتن فاروق انت راجل فوق راسي. انا مش بعيب ولا بتريق على حضرتك ولا حاجه، انا راجل بتكلم كوره بس. ولكن رد فعل حضرتك على كابتن، انا طبعا بقول حضرتك ويا كباتن لان فعلا انا فرض عليا لازم احترم كل الناس الصغير والكبير، حتى ولو مختلف معاهم فرض عليا لازم احترم الناس كلها بالوانها بفئاتها باشكالها بمعتقداتها، لازم احترم الناس كلها. فانا انا دلوقتي مختلف معاك فنيا ومختلف معاك انك انت ما ردتش على الكابتن، لكن انت راجل ليك احترامك، انت وكابتن رضا عبد العال وكابتن حسام حسن، كل الناس المحللين كوره ليها احترامها والناس فوق راسي. ولكن احنا لما بنحلل كوره بنحلل معاكم لان ممكن يبقى رد فعل ما يعجبنيش فبطلع اعلق عليه، فما تسامحني ان انا طالع اعلق على حضرتك. شفت انا سبت موضوع كابتن رضا عبد العال الفرقعه اللي فرقعها ديت، يعني الفرقعه اللي فرقعها بخصوص ان لو خد كاس عالم مش هعترف بيه فنيا، الكلمه دي في جنب، هو خرم المنطق وخرم الطبيعه واتكلم في اللاوعي واللا منطق والكلام اللي ما ينفعش. انا مش عارف اجيب كلام اقوله، يعني مش عارف اجيب كلام منين عشان اوصف اللي قاله الكابتن رضا عبد العال، مش عارف اجيب كلام منين عشان اوصفه. لكن انا هطلع بقى من حيز الكابتن رضا عبد العال وعايز اتكلم مع الناس اللي هي بتستضيف الكابتن رضا عبد العال. الناس دي ازاي محدش بيرد على الكابتن رضا عبد العال في تصريحاته؟ ازاي محدش بيرد عليه؟ يعني الكابتن محمد فاروق ده ردك عليه في تصريحه؟ ازاي؟ ازاي الكابتن حسام حسن ياخد كاس عالم وما تعترفش فيه فنيا؟ يعني انت ممكن تعترف بمين فنيا؟ ممكن يا كابتن رضا انت خدت نادي طنطا نزلت بيه درجه تانية، وتكاد كنت تنزل بيه درجه ثالثه، انا ما تابعتش بعد كده، ما اعرفش نزلت بيه درجه ثالثه ولا سبته قبل ما ينزل درجه ثالثه، الله اعلى واعلم، الله اعلى واعلم. كان في شاب كان لعيب كوره والله ما فاكر اسمه ايه، كان بيلعب في طنطا، كان يقول لك الكابتن رضا عبد العال كان بيجي، ما انا مش عايز بس اجيب فيديوهات واقطع وانزل واعمل، لكن انا شفت الفيديو دوت امبارح ولا حاجه. الراجل طالع بيتكلم يقول لك والله الكابتن رضا عبد العال ما كانش فيه محاضرات ولا كان فيه، هو كان بيجي 5 دقايق كده يجروا تقسيمتين فرقتين 10 دقايق ولا ربع ساعه ويجري حوالين الملعب لفه ويشرب كوبايه العصير ويتكل على الله زي الفل كده، جبرت يعني هي كده جبرت كابتن رضا عبد العال. وطبعا كلنا فاكرين لما وقف على الخط ويا لهوي يا لهوي يا لهوي، هو الكابتن طبعا عمل كده. اللي مش معترف بالكابتن حسام حسن لو خد كاس عالم، هعيد الكلام تاني، اقسم بالله العلي العظيم انا ما بقول الكلام ده تقليلا من حد ولا بقوله تقليلا من الكابتن رضا عبد العال، راجل محترم وراجل انا بتابعه وراجل بتفرج عليه، انا على المستوى الشخصي بتابعه وبتابع فيديوهاته، مش بتابعها لانتقادها، لا والله بتابعها عشان اسمع بيقول حاجه، افهم الكلمه في حق حد كويسه، افهم القط معلومه، هو راجل طبعا في قلب الوسط وفي قلب المطبخ، اسمع معلومه منه، اسمع حاجه منه، اتعلم منه ومن غيره. لكن انا دلوقتي بنتقد حاجه هي الصراحه وقفت لي هنا، مش قادر اعديها، حاجه انا مش قادر اعديها، مش قادر اعديها. يعني ايه واحد ياخد كاس عالم ولا انت وحش؟ انت وحش يا كابتن، انت ما تنفعش. فكابتن رضا عبد العال اللي انا عايز اقوله لحضرتك طبعا، يعني بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك افصل يا كابتن رضا عبد العال ما بين المشاحنات او الخلافات الشخصيه وما بين انك لو حد او خصمك ده عمل انجاز تديله حقه، بس مفيش حاجه تانية. ما تقولش ده محترم وده كويس وده اصله طيب وده اصله معرفش ايه، لا ما تتكلمش في شخصيات، وانت راجل مختلف معاه، انا متفق معاك، انت راجل مختلف معاه، مش مستنيك تتكلم عليه كلام كويس في حياته الشخصيه، لا كوره الحته اللي انت بتحلل فيها، الجزء اللي انت بتحلل فيه، انت راجل بتحلل كوره، الراجل دوت انت هتعلق وتحلل عليه كوره في مبارياته اللي لعبها، يبقى لا تتكلم عليه كوره وتدي له حقه في الكوره. الكابتن حسام حسن فعلا كان كويس في الحته ديت، غير، كان زيكو بيلعب هنا نقله هنا وغير تغييره هنا وعمل هنا، التغييره كقطعه شطرنج غيرها جوه الملعب، ما نزلش تغيير من بره، قلب المباراه راسا على عقب، تدي له حقه، تدي له حقه، كان قاري المباراه، ادي له حقه، بس ادي له حقه في الكوره، مش مطلوب منك تعمل حاجه تانية اكتر من كده. انك تقول لي لو خد كاس عالم، خد كاس عالم ايه يا كابتن؟ لو خد، هو نفسه عمل انجاز ان هو يصعد من الدور دوت، يبقى عمل انجاز ما حدش عمله قبله، والله اعلم هنعمله بعد كده ولا لا.
فما بالك بقى لو بتقول لي لو خد كاس عالم؟ لا ده لو خد كاس عالم انا اروح امريكا اشيل الكابتن حسام حسن فوق كتفي واجي بيه ماشي من امريكا، هو الفريق ان شاء الله يعني، ربنا يعيننا يعني. ابقى اقول كلام مجازا يعني. لكن لو خد كاس عالم لا، ده حسام الكابتن حسام حسن يتعمل له تمثال ويتعمل له ميدان لو خد كاس عالم. مش اللي مش هعترف بيه فنيا، لا لا مؤاخذه يا كابتن رضا احنا اسفين يعني ليك. لا لا لا، رايك في الموضوع ده مش هيهمنا في حاجه. رايك ده مش هيهمنا في حاجه، هنسمع منك كوره ونسمع تحليلك، انت راجل محترم فوق راسنا. لكن الكابتن حسام حسن ياخد كاس عالم وانت مش معترف بيه فنيا، لا ده لنفسك انت بقى، ده مش يمثلنا احنا في حاجه. بس ولحد كده نستكفى بالفيديو لان الفيديو فعلا طول. وانا اسف على الاطاله وبعتذر لكابتن رضا عبد العال، وبعتذر لكابتن محمد فاروق، وبعتذر لكابتن اسلام صادق. وبجد انا نفسي الناس دي ترد على الكابتن رضا عبد العال وتقف له لو قال تصريح غير منطقي، يقفوا له يعني يعرفونا ان هم فير، بس هم فير يقفوا له لا انت غلط ما تقولش كده، لا الكلام ده مش صح. انا على فكره ساعات برضو بشوف الكابتن اسلام صادق بيعملها مع الكابتن رضا عبد العال، بس ما مش بيبقى يعني ايه مش بيبقى حد فيها يعني، بيبقى فيها برضو ضحك وهزار، مش بيبقى حد فيها. عايز يبقى حد فيها بحيث ان الكابتن رضا يكون فعلا يكون واصل له ان لا الناس دي فعلا مختلفه معايا في الحته دي بجد، مش يبقى الموضوع فيه دعابه يعني وضحك. ولكن في النهايه انا احترامي لكل الناس اللي بيطلعوا على الشاشات، احترامي للكابتن رضا عبد العال، واحترامي للكابتن فاروق، واحترامي للاستاذ اسلام اللي بيستضيفوا الكابتن رضا عبد العال وضيوفه، واحترامي لكل الناس اللي بتطلع على القنوات. ولما بطلع انتقد حد هنا على القناه بتاعتي او في فيديوهاتي فوالله ما اقصد اهانه شخصيه ليه، ولكن بالعكس الناس ليها كل التقدير والاحترام. والكوره مشاع للشعب المصري، واي حد من حقه يقول حقه في الكوره، ولكن اهم حاجه يقول حقه من غير ما يجرح في حد ولا يأذي حد بكلمات جارحه او بكلمات تأذيه. وفي النهايه انا اسف جدا على الاطاله، وكان معاكم اخوكم علاء سليم. ولو عايزين تدعموني اشتركوا في القناه وفعلنا زر الجرس واعملوا لنا لايك عشان الفيديوهات تنتشر وتوصل لاكتر عدد من الناس. وكان معاكم اخوكم علاء سليم، دمتم في حفظ الله.